سلام، مرحبا بكم في قناة يوميات أم راسين. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وتكونوا بصحة جيدة يا رب، وتكونوا هانيين متهنيين يا ربي آمين. رجعت لكم فيديو جديد بعد غياب طويل، وما رجعتش بيدي فرغانين، رجعت لكم بهذا الرفيس الله الله من تحت يدين خالتي ربي يحفظها. حنايا نقولوا له الرفيس التونسي، وكل منطقة كيفاه يسميوه. نبداو بطريقة تاع الرفيس. هنايا كنت مسجله الفيديو بنحطو بكل عفويه، كنت نحكي انا وخالتي قلت نحطو هكذا، ومن بعد كي جيت حندير له المونتاج بنحط لكم الفيديو، لقيت صوتنا ما بانش خلاص مع صوت التصفار تاع الكوكوطه. وليت درت له مونتاج وخلاص سجلته وخلاص. نبداو في الوصفه تاعنا. قالت لكم خالتي هنايا استعملت سميد تاع الزين، قالت لكم صيرت الرطب درت به الشخشوخه، وهذا الخشين شويه درت به المقروط، وبقى لها راهي دير دوكا فيه فر الرفيس. هنا قالت لكم الاحسن قبل ما تقليو الدقيق تاعكم فوروه، ومن بعد قليوه كما تحبوا في الطاجين، هكا يكون مسرح والله في المقله. وكي نقولوا حاجه تقليديه نقولوا نديروها في الطاجين هكا خير. من جهه اخرى نكونوا نقينا الغرس تاعنا مليح، واذا كان الغرس تاعك مليح يسمى طري ما كان لا تفوري، واذا كان يابس من الاحسن فوري هكا باه ما يغبنكش كي تعودي تعجني فيه مع هذا السميد. نرجع دوكا للسميد، لازم نحمروه يدي هذاك اللون الذهبي، ولازم علينا نصيروه باه كي يكونوا هذوك لي طاش الكحول ولا يكون السميد تاعنا لصقنا في الطاجين تاعنا وتحرق ما يفوتلناش للرفيس تاعنا. هنايا اي بدات دارت السميد راهي تقلي فيه شويه شويه، ما دارتش كميه كبيره بزاف في الطاجين، باه هي تقلى كامل. تقلي بشوي وتصيرت على هذا الغرس حتى نكملت الدقيق اللي دارته كامل. قلت لكم الدقيق والغرس درت عيني ميزاني. هاي قلته المرة الثانية. وكل ما تقلي كمية سميد تعاود تصيرها فوق هذا الغرس. هنايا السميد هذاك سخون، وهي تبدا تعجن فيه. نحاول نتحملوا هذيك الحراره تاع السميد، وندخلوا مليح السميد في الغرس. وهذه الكميه الاخرى تاع السميد. نحاولوا ندخلوا مليح هذاك السميد في الغرس. انا كي روحت لداري ثاني زدت شهيته عاودت درته بنفس الطريقه تاع خالتي، والشيه زدت له واحد 3 ملاعق هكاك تاع الحليب. انا مرة نديرو بشويه تاع حليب باه يبقى لنا الطري الاطول مده. هنا بعد ما دخلنا السميد والغرس في بعضهم مليح، نضيفو شويه تاع عسل. اسم ما تكثرش بزاف، شويه تعسل، وتبداي ثاني تعاودي تعجني السميد تاعك، الرفيس تاعك مليح. هنا ضفنا شويه تاع ملح، شوف كيفاه راهي تعجن. وهنا كانت مذوبة الزبدة، درتها في مقلاة وحطت هذاك الرفيس على الزبدة، طرى لها شوية، ومن بعد عجناتو مع بعضه وشكلاتو على شكل قرصة وقسماتو. والله تحبي ديريه في المول تاع السيليكون، والله هذاك المول تاع الغريبيه، عادوا في المناسبات هكا تاع الختان والله يديروه في المول هذاك تاع الغريبيه، ويحطوا له المكسرات الفوق يولي رفيس بريستيج. بصح تبقى الطريقه التقليديه هي المليحه رغم البساطه اللي فيها.
ها هنايا بعد ما ذابت الزبدة هاذيك ودخلت مليح في الرفيس تاعنا، عاودت عجناتو شوية وشكلاتو قرصة. وهاي كيفاه شكلت وقرصة، وجبت المغرف قلبتها وبدأت تعدل في الحواف تاع القرصة هذيك، وعدلت لها السطح كامل باه تجي كل زي بعضها. ومن بعد قسمتها مقرودات متساويين. وكان الرفيس تاع خالتي واجد يعطيها الصحة، جا رفيس ما شاء الله. انا هكا وزدت شهيته. شهيتكم في الجنة اللي شهاتو. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. متنساوش تخليو لي جامع كومنتير. هكا باش تطلع القناة تاعنا. وما عليا غير نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه. نتلاقاو في فيديوهات الجاية ان شاء الله. مع السلامة. السلامة.